السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة كيكة بالبرتقال. دي مقادير صينيتين، 2 كوباية عصير و2 سكر، كوبايتين سكر وكوباية زيت، 4 بيضات ومعلقتين كبار بشر برتقال، 2 بيكنج باودر، 4 كوبايات دقيق، كلهم بكوباية واحدة نفس المعيار. جبت بقى الخلاط، هحط فيه العصير كوبايتين، كوباية زيت، 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ دي. البيض ده حطيت اهو بشر البرتقال معلقتين كبار، هحط كوبايتين السكر. خلاص، اللي عايز صينية واحدة ينصص المقادير. اروح بقى اضربه هنا بقى. اربع كوبايات دقيق حطيتهم في المنخل، واحط عليهم البيكنج باودر كيسين، وادي رشة الملح، وهنخلهم بقى في الطبق اللي انا هعمل فيه الكيكة. صلوا على النبي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، ويعني ادوني بقى تعليق حلو كده منكم. حطيت كده المواد بقى السايلة اللي كانت في الخلاط على الدقيق، وهبدأ بقى اقلبه بمعلقة الاول قبل المضرب السلك، لغاية لما الاول الدقيق ده كله يختفي، ما اشوفش دقيق في البتاع في الطبق، عشان بالمعلقة كده الم بيه الدقيق اللي في الجناب بتاعت الطبق واللي من تحت كده. اقعد الم بقى كده عشان الدقيق اللي في الجوانب ده كله يختفي. خلصت كده اهو بالمعلقة. هجيب بقى المضرب وابدأ بقى اضرب في اعمل بقى الخلط العجينة دي بالمضرب السلك، عشان لو فيها اي تكتلات تفك معايا، وانعم كمان بيها العجينة دي. وانا محضرة بقى الصواني، حاطة فيها دهنهم بالزيت. خلاص كده، احط بقى هنا دي فورمة اهي وصينية عادية. هصب بقى، بس طبعا مملاش الفورمة قوي عشان لسه الكيكة هترتفع اهو. بس بقى كده اخبطها كده عشان لو فيها اي فقاقيع هوا ولا حاجة تتعمل. احطها بقى في فرن متوسط الحرارة. افتح الفرن من تحت بس، لو في مروحة في الفرن شغليها، مفيش خلاص خليها من تحت بس. حطيها على الرف اللي في النص. خلاص كده. طبعا السخن يبقى قبلها الفرن يبقى قبلها سخن. وهنا كنت خلاص استوت اهي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.